هرسيك دلوقتي تعمل ايه لو انت مسافر بره مصر عشان ما تسوحش التسويحه اللي انا اتسوحتها. اول حاجه، الديبت كارد دي الفلوس اللي معاك في البنك، يعني الفلوس اللي معاك في البنك بتاعتك ليها كارت، ده اسمه الديبت كارد. الديبت كارد ده مش شغال بره مصر. تمام. تاني حاجه، لازم تطلع كريدت كارد. اما تطلع كريدت كارد، انا ما بحبش كريدت كارد، فلازم اقدم واطلع كريدت كارد. قبل بقى ما تسافر بتقدم انك تفتح الكريدت كارد دي، تقدم قبلها ب4 ايام، ولا يوافقوا لما يوافقوش. تمام. وليها ليميت، وعلى حسب عدد الايام، ولما ده اوبشنين اهم، مش متاحين. الاوبشن التالت بقى اللي هو الكاش، فانت بتقدم برضو في البنك الفيزا والحاجات دي، وبعدين بيدوك $300. احب اقول لك ان $300 دول مش هيوصلوك من المطار للفندق. تمام. ادفع بقى انا الاوتيل اونلاين عشان ابقى شلت من عليا بلك فلوس؟ لا، برضو الديبت كارد بتاعتك مش شغاله اونلاين. ايه ده؟ معقوله؟ معقوله. دلوقتي مثلا رايح السعوديه، مش عايز دولار، عايز ريال، محولش المصري لريال، لا الاوبشن ده مش موجود. حضرتك تحول الفلوس اللي معاك لدولار، ده لو لقيته تشتريه، ومن الدولار للريال، والريال مش موجود، فانت هتضطر تاخد الدولارات وتحولها بره في السعوديه ان شاء الله لما تروح بالسلام.